بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بتلاميذ الصف الاول الاعدادي. معاكم مس سمر الصاوي يا سنه اولى. النهارده هنحل تدريبات كتاب الامتحان على الدرس الاول قاره افريقيا، الموقع والكشوف الجغرافيه، صفحه 28. جايب لي في اول صفحه سؤال الخريطه. لو الخريطه صعبه عليك بنزل فيديو مخصوص بشرح في الخريطه وبحفظها لك صم، ما تنعاش هم الخريطه خالص. طيب الخريطه الاولى بصراحه سهله جدا، لان هو عايز يعلمك القارات والمحيطات. فبيقول لك رقم 1 دي قاره ايه؟ افريقيا. رقم 2 دي قاره اسيا. رقم 3 دي قاره اوروبا. رقم 4 دي امريكا الشماليه. رقم 5 دي قاره امريكا الجنوبيه. طيب رقم 6 دي قاره ايه؟ استراليا. قلنا 6 يا سنة أولى إعدادي قارة أستراليا. رقم 7 دي القارة القطبية الجنوبية. رقم 8 ده المحيط الأطلنطي، ده هو المحيط الأطلنطي. ده هو الهندي اللي تحت آسيا، المحيط الهندي. يبقى 9 المحيط الهندي، 8 المحيط إيه؟ الأطلنطي. الخريطة دي يا سنة أولى جميلة جدا، جايبة لك كل المعلومات اللي على الخريطة في الدرس الأول. يعني أنت لو حليت الخريطة دي وحفظتها كده أنت حفظت الخريطة الخاصة بالدرس الأول. طبعا دي قارة إيه؟ أفريقيا. بيقول لي رقم 1، نركز بقى. بيقول لي 1 ده مدار إيه؟ اللي تحت خالص ده مدار الجدي. رقم 2 ده هو مدار السرطان. رقم 3 خط الاستواء. يبقى الخط اللي بيعدي في نص أفريقيا خط الاستواء. اللي فوق مدار السرطان، اللي تحت مدار ايه؟ الجدي. طيب رقم 4 بيقول لي رقم 4 خط جرينتش. طيب رقم 5 عايز في 5 المحيط، ده المحيط الأطلنطي. 6 ده المحيط ايه؟ الهندي. 7 البحر الأحمر. 8 البحر المتوسط. بعد 8 9 مضيق، ده هو مضيق جبل طارق. 10 نشوف 10 ده مضيق ايه؟ مضيق باب المندب. 11 مضيق موزمبيق. 12 فين 12؟ وعايز ايه في 12؟ ممر مائي قناة السويس. 12 قناة السويس. 13 دي أكبر جزيرة في أفريقيا اللي هي جزيرة ايه؟ مدغشقر. طب 14 جزر القمر. يبقى 13 جزيرة مدغشقر، 14 جزر القمر. السؤال الثاني سؤال اختر، بس بيقول لك وانت بتجاوب هتلاقي الإجابة هنا على الخريطة، فهتبقى الإجابات سهلة. عندنا أول سؤال: أي من الدول العربية الأفريقية التالية يمر بها دائرة الاستواء؟ خد بالك، دولة عربية. دولة ايه؟ عربية يا سنة أولى. فهتبقى الإجابة الصومال. كينيا ما تنفعش، الكونغو ما تنفعش، أوغندا ما تنفعش، حتى لو بيعدي فيهم خط الاستواء، لأنهم مش دول عربية. الدولة العربية الوحيدة هي دولة إيه؟ الصومال. رقم 2 من الدول الحبيسة، طبعا انت عارف يعني ايه دولة حبيسة، بقارة افريقيا دولة الكاميرون. تعالى كده نطلع لفوق نشوف دولة الكاميرون. دي الكاميرون بتطل على خليج غينيا والمحيط الأطلنطي، يبقى دولة ساحلية. بيقول لي نيجيريا اهي عند المحيط الأطلنطي. بيقول لي ساحل العاج. التلاتة بيطلوا على المحيط الأطلنطي، التلاتة دول ساحلية. لكن الإجابة الصحيحة عندي هتبقى جنوب إيه؟ جنوب السودان. جنوب السودان هي اللي دولة حبيسة، أهو بيحيط بها من الأربع اتجاهات مية. علشان كده هنختار دولة جنوب السودان. رقم 3 من الدول الساحلية بقارة إفريقيا دولة تشاد. تطلع فوق تلاقي تشاد دولة حبيسة. افريقيا الوسطى دولة حبيسة. مالي دولة حبيسة. انما موزمبيق في قلب المية، دي في قلب المحيط ايه؟ الهندي، يبقى دي اللي دولة ساحلية. تطل دولة جنوب افريقيا على مسطحين مائيين هما، ادي دولة جنوب افريقيا. هلاقي هنا المحيط الاطلنطي، هلاقي هنا المحيط الهندي، يبقى بتطل على المحيط الهندي والمحيط ايه؟ الاطلنطي. يمر مدار الجدي في قارة أفريقيا بدولة، آدي مدار الجدي بيمر في دولة إيه؟ عندنا بوتسوانا وناميبيا، وعندنا كمان موزمبيق وجزيرة مدغشقر. تعالى بقى، يمر مدار الجدي بدولة، هنختار ناميبيا. أوغندا في خط الاستواء ما ينفعش. زامبيا أهي ما تنفعش، ما فيهاش مدار الجدي. وعندنا كمان أنجولا أهي بعيدة خالص عن مدار الجدي، يبقى الاختيار الصحيح
ناميبيا. جبت الإجابة منين؟ يا سنة أولى جبتها من على الخريطة. رقم 5، يمر مدار الجدي في قارة إفريقيا، قلنا بدولة ناميبيا. رقم 6، الدولة العربية الأفريقية التي تقع في المحيط الهندي، جزر القمر. دولة عربية. طبعا لو اخترت مدغشقر غلط، لأن مدغشقر مش عربية، جزر القمر هي اللي دولة عربية. الممر المائي الذي يقع في نصف الكرة الأرضي الغربي. طبعا كده الشرق وكده الغرب، فهيبقى عندي مضيق جبل طارق وتشرف عليه أفريقيا، يبقى احنا هنا نختار مضيق جبل طارق. أي من الدول الأفريقية التالية تقع في نصفي الكرة الأرضي الشمالي والجنوبي؟ فهتبقى الكونغو الديمقراطية. فين الكونغو الديمقراطية؟ أهي الكونغو الديمقراطية بيعدي فيها خط الاستواء، فنصها في الشمال ونصها فين؟ في الجنوب. 9، أي من الدول العربية الأفريقية التالية يمر بها خط جرينتش؟ السؤال ده هو مهم، ركز عليه، بيجي كتير قوي يا سنة أولى في الامتحانات. طبعا الجزائر بيعدي فيها خط جرينتش، السؤال ده هنا قلت كذا مرة مهم. الجزائر دولة عربية بيعدي فيها خط جرينتش. 10، يصل مضيق جبل طارق بين البحر المتوسط والمحيط الأطلنطي. مضيق جبل طارق كله طه، جبل طارق في طه، البحر المتوسط في طه، الاختيار اللي انت هتختاره هيكون في طه اللي هو المحيط الأطلنطي. أكمل. يقع حوالي ثلثي مساحة أفريقيا في نصف الكرة الأرضي الشمالي، التلتين فوق والتلت تحت. خد بالك من الحرف اليه ده، عشان لو مش موجود كنا هنكتب كانت هتبقى ثلث، فالثلث في الجنوب والثلثين في الشمال. تقترب قارة أفريقيا من قارة آسيا عند مضيق باب المندب. نشأت الممالك الإسلامية على السواحل الشرقية لقارة أفريقيا وامتدت إلى هضبة البحيرات الاستوائية. اختر أي من الأشكال الآتية يعبر عن نسبة مساحة قارة أفريقيا بالنسبة لمساحة اليابس في قارات العالم. طبعا نسبة مساحة أفريقيا انتوا حافظينها إن هي خمس، يعني 20%. هنختار ألف لأن ألف هو ده اللي خمس يا سنة أولى. رقم 2، المسطح المائي الذي يحد قارة أفريقيا من جهة الشمال هو البحر المتوسط، سهلة جدا، البحر الأحمر في الشرق. يحد المحيط الأطلنطي قارة أفريقيا من جهة الغرب، أفريقيا غربها المحيط الأطلنطي. المسطح المائي الذي يفصل بين قارة أفريقيا وأوروبا البحر المتوسط، البحر المتوسط ده بيفصل بين أفريقيا وأوروبا. تطل قارة أفريقيا من الشرق على البحر الأحمر الذي يفصلها عن قارة آسيا. شطار يا سنة أولى. رقم 6، يقترب يابس قارة أفريقيا من قارة أوروبا عند لدم يقترب هيبقى مضيق. طيب أفريقيا وأوروبا يبقى مضيق جبل طارق. تجاور يعني جنبها. أكبر قارات العالم مساحة، طبعا أكبر قارات العالم مساحة آسيا. مالها آسيا؟ بتجاور قارة أفريقيا من جهة الشرق، نختار الشرق. القارة الوحيدة التي تتصل بأفريقيا بريا، تتصل، خد بالك، تتصل يعني لازقة فيها، هي قارة واحدة بس فعلا وحيدة، هي آسيا، بتتصل بأفريقيا. فين؟ تتصل أفريقيا بآسيا بريا عند الشاطر اكتبها لي تحت في التعليقات يا سنة أولى. رقم 9، انتقلت الحضارات من قارة آسيا إلى قارة أفريقيا عبر شبه جزيرة سيناء. نشأت حضارة قرطاج في تونس على طول 11 من أقدم الحضارات التي نشأت على أرض قارة أفريقيا. كوش في السودان. الملك نخاوي الثاني عمل بعثة للدوران حوالين أفريقيا. بدأت من البحر الأحمر وعادت عن طريق مضيق جبل طارق. في عهد محمد علي تم رسم خريطة للنيل حتى جنوب السودان، لكن الخديوي إسماعيل، لو قال لك الخديوي إسماعيل هقول له جنوب دائرة الاستواء. استطاع ابن بطوطة خلال رحلته بقارة أفريقيا أن يخترق الصحراء الكبرى حتى وصل إلى مالي. 15، تعرضت شعوب القارة الإفريقية للاستعمار من قبل دولة قارة أوروبا.
السؤال ده مهم. أفريقيا لما عملنا فيها كشوف جغرافية وظهر فيها معادن كتير وخيرات كتير، مين اللي هيطمع في قارة أفريقيا؟ أوروبا. مثل مين؟ مثل إنجلترا وفرنسا وهولندا. من الدول العربية الأفريقية دولة جيبوتي، دي اللي دولة عربية. صح وغلط؟ 1. تعد قارة إفريقيا ثاني قارات العالم من حيث المساحة بعد قارة آسيا. صح. يمر مدار السرطان جنوب قارة إفريقيا. غلط، مدار السرطان بيمر في الشمال. تعد الجزائر أكبر الدول الأفريقية من حيث المساحة. صح. يمر بالقارة الإفريقية 3 دوائر عرض رئيسية. صح. 5. يقع ثلث مساحة قارة إفريقيا في نصف الكرة الأرضي الجنوبي. صح. رقم 6. تقع قارة إفريقيا وسط قارات العالم وتطل على مسطحات مائية مهمة. صح. رقم 7. يفصل كل من البحر المتوسط والمحيط الهندي قارة أفريقيا عن قارة آسيا. غلط، طبعا قارة آسيا في الشرق، فهنلاقي في الشرق البحر الأحمر، البحر المتوسط فوق في الشمال. يفصل المحيط الهادي قارة أفريقيا عن الأمريكتين. غلط، ده المحيط الأطلنطي. نشأت حضارة أكسوم في إريتريا وأثيوبيا. صح. رقم 10. تم الدوران حول إفريقيا لأول مرة خلال عصر المصريين القدماء في عهد الملك مين؟ نخاوي الثاني. عادت رحلة الدوران حوالين أفريقيا في عهد الملك نخاو عبر مضيق باب المندب. غلط، ده عبر مضيق جبل طارق. هي بدأت من البحر الأحمر وانتهت وعادت ورجعت تاني عن طريق مضيق جبل طارق، واستغرقت 3 سنوات. وصل المصريون القدماء إلى السودان وبعض دول شرق إفريقيا. صح. يعد المسعودي من أوائل الرحالة العرب الذين زاروا قارة أفريقيا وكتبوا عنها. صح، بيجي السؤال ده وساعات من هو يا سنة أولى. 14. وصلت القوافل العربية في العصور الوسطى إلى السودان وبلاد الحبشة وجزر القمر ونشروا بها الإسلام. صح. تعددت الممالك الإسلامية على سواحل إفريقيا الشرقية. صح. وامتدت إلى هضبة البحيرات الاستوائية. صح. كان الأوروبيون دور بارز في اكتشاف منابع نهر النيل في نهاية القرن ال18 وخلال القرن ال19. صح. تم انتخاب دولة المغرب عام 2019 لرئاسة الاتحاد الأفريقي. طبعا غلط، دي كانت دولة إيه؟ مصر. السؤال السادس، صوب ما تحته خط. 1. يصل مضيق باب المندب بين البحر الأحمر والمحيط الأطلنطي. غلط، ده بيصل بين البحر الأحمر والمحيط الهندي. تم اكتشاف النيل الأبيض في عهد الخديوي إسماعيل. النيل الأبيض كان في عهد محمد علي باشا، وهو اللي عمل خريطة حتى وصل إلى جنوب السودان. تقع مصر في الركن الشمالي الغربي. طبعا سؤال تافه جدا، ده في الركن الشمالي إيه؟ الشرق. اكتب ما تشير إليه العبارة. رقم 7. منطقة ذات أهمية استراتيجية تمثل حلقة اتصال بري. أول ما تشوف بري يجي على طول في دماغك شبه جزيرة سيناء. أول ما تشوف بري في الامتحان يا سنة أولى يجي على طول في دماغك شبه جزيرة إيه؟ سيناء. اتصال بري بين أكبر قارتين في العالم. طبعا هي ملتصقة آسيا بأفريقيا عند شبه جزيرة سيناء بريا. مضيق تقترب عنده قارة إفريقيا بقارة أوروبا يبقى جبل طارق على طول. من هو؟ أحد الرحالة في مصر القديمة قام ب4 رحلات نحو الجنوب. طبعا ده حرخوف من أوائل المصريين الرحالة الذين كانوا اكتشفوا أفريقيا. ملك مصري أرسل بعثة للدوران حول أفريقيا. السؤال ده مهم. الملك اسمه نخاو الثاني. حاكم مصر الذي أرسل رحلات لاكتشاف منابع النيل 1839 ده محمد علي. تم اكتشاف منابع النيل ووصل حكمه إلى جنوب دائرة الاستواء. لما قال لك جنوب دائرة الاستواء يبقى الخديوي إسماعيل، لو قال لك جنوب السودان يبقى محمد علي. الرحال العربي الذي استطاع أن يخترق الصحراء الكبرى حتى وصل إلى مالي ابن بطوطة. بدأت في عهده محاولات البرتغاليون لاكتشاف أفريقيا، ده اسمه الأمير هنري الملاح. إذا قمت برحلة بحرية من بورسعيد متجها نحو الغرب للدوران حوالين أفريقيا، أنهي طريق صح سوف تسلكه؟ أوريها لك على الخريطة. أدي الرحلة بيقول لك في بورسعيد. فين بورسعيد؟ بورسعيد في مصر. مصر اهي، بورسعيد هنا وفي الشمال فوق في مصر. طيب انت هتمشي ازاي بقى؟ هتمشي هتروح البحر المتوسط الأول،
وبعدين تعدي على مضيق جبل طارق، تروح عند المحيط الأطلنطي، وبعدين تروح عند المحيط الهندي، وتعدي كده تروح عند مضيق باب المندب توصل للبحر الأحمر. ده الطريق الصح. يبقى ادي الاختيار الصحيح: البحر المتوسط، المحيط الأطلنطي، المحيط الهندي، البحر الأحمر. نروح لأول سؤال: بما تفسر مثلت شبه جزيرة سيناء أهمية استراتيجية لمصر عبر العصور؟ السؤال ده هو مهم وجه في محافظة الدقهلية السنة اللي فاتت. وانت بتذاكر يا سنة أولى اكتب على الجدول أو المستطيل ده مهم، لأنه مهم جدا. ليه سيناء لها أهمية استراتيجية؟ تكتب كده: بسبب تعرض مصر للعديد من الحملات العسكرية من خلالها. السؤال اللي بعد كده سنة أولى بيقول لي: بما تفسر الأهمية الاستراتيجية لقارة أفريقيا؟ ليه؟ لأنها تشرف بحكم موقعها الجغرافي على ممرات مائية مهمة مثل مضيق جبل طارق، مضيق باب المندب، قناة السويس. السؤال اللي بعد كده بيقول لك: بما تفسر لموقع قارة أفريقيا أهمية اقتصادية؟ ليه؟ بسبب الموقع الجغرافي الذي أدى إلى تحكمها في أهم طرق الملاحة العالمية، أو بسبب موقعها الفلكي الذي أدى إلى تنوع مناخها، وبالتالي تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات والمحاصيل الزراعية. بعد كده بيقول لك الأهمية الحضارية لقارة أفريقيا، أقول لأنها قامت على أرضها العديد من الحضارات، واكتب الأربع حضارات: الحضارة المصرية القديمة في مصر، حضارة كوش في السودان، حضارة أكسوم في إريتريا وأثيوبيا، حضارة قرطاج في تونس. السؤال رقم 5 بيقول: اهتمام دول أوروبا بالكشوف الجغرافية لقارة أفريقيا؟ ليه؟ أوروبا يا سنة أولى كانت عايزة تعمل كشوف جغرافية في أفريقيا. السؤال ده هتلاقيه في المفكرة، لقيته موجود في المفكرة بإجابة نموذجية رقم 7، صفحة 7 في المفكرة. بيقول لك أهو: بهدف حاجتين اتنين: الوصول إلى الهند عن طريق الدوران حول أفريقيا، نهب خيرات أفريقيا واستغلال ثروتها. السؤال اللي بعد كده بيقول لك: بما تفسر تأسيس البرتغاليون للموانئ والمراكز التجارية على السواحل الأفريقية؟ ليه؟ لتأمين الملاحة والتجارة. السؤال اللي بعد كده أهو: تقسيم الدول الاستعمارية لقارة أفريقيا. يعني الاستعمار قسم أفريقيا إلى عدد كثير من الدول. ليه؟ بسبب تصارع الدول الأوروبية الاستعمارية عليها لنهب خيراتها واستغلال ثرواتها الطبيعية وضمان السيطرة عليها. إجابة الأسئلة دي برضو موجودة في كتاب الشرح. السؤال ال 11: ما النتائج التي ترتبت على الموقع الجغرافي لقارة أفريقيا والموقع الفلكي لقارة أفريقيا؟ أهو برضو موجود في المفكرة. طبعا الموقع الجغرافي أدى ذلك إلى أكسب قارة أفريقيا أهمية استراتيجية، يبقى أدى ذلك إلى الأهمية الاستراتيجية للقارة لإشرافها على ممرات مائية مهمة، والأهمية الاقتصادية لتحكمها في أهم طرق الملاحة العالمية. الموقع الفلكي للقارة أدى إلى النتائج، نكتب إنه أدى إلى تنوع المناخ، وبالتالي تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات والمحاصيل الزراعية. ما النتائج التي ترتبت على اهتمام محمد علي باكتشاف منابع نهر النيل؟ ايه النتائج اللي ترتبت على ذلك؟ طبعا ترتب على ذلك اهو: ادى ذلك الى اكتشاف النيل الابيض. طبعا ادى ذلك الى اكتشاف النيل الابيض ورسم خريطة للنيل حتى جنوب السودان. طب ايه نتائج محاولات البرتغاليون لاكتشاف قارة أفريقيا أواخر القرن ال15؟ طبعا ترتب ذلك إلى الوصول إلى الهند. هم وصلوا إلى الهند عن طريق الدوران حوالين أفريقيا وتأسيس الموانئ والمراكز التجارية. طبعا أسسوا الموانئ والمراكز التجارية على طول طريق رأس الرجاء الصالح. نتائج الاستعمار الأوروبي، السؤال ده مهم يا سنة أولى، ترتب على ذلك حاجتين اتنين: 1 إقامة مستعمرات لهم في كافة أنحاء القارة، 2 تقسيم إفريقيا لدول عديدة لضمان استمرار نفوسها واستغلال ثرواتها، مما أدى ذلك إلى معاناة أفريقيا من الفقر رغم ما تمتلكه من ثروات طبيعية متعددة. دلل عندي 3 أسئلة. 1 لشبه جزيرة سيناء أهمية حضارية، حيث انتقلت بعض الثقافات والحضارات من آسيا إلى أفريقيا من خلالها مثل الحضارة الإسلامية.
طيب في سؤال بيقول لك دلل لم يكن للبرتغاليون السبق في الدوران حول افريقيا. طبعا لاننا عندنا نخاوي الثاني، حيث قام المصريون القدماء اثناء عهد الملك نخاوي الثاني بارسال بعثه للدوران حول افريقيا، بدات من البحر الاحمر وعادت عبر مضيق جبل طارق، واستمرت الرحله 3 سنوات. السؤال الثالث بيقول لي دلل نشأت حضارات قديمة شمال أفريقيا. خد بالك شمال أفريقيا، مش عايز الأربع حضارات اللي عليك في المنهج، ده عايز الحضارات اللي في الشمال فوق بس، اللي في الشمال فوق بس حضارتين. نكتب كده: حيث قامت حضارة قرطاج في تونس والحضارة المصرية القديمة. الحضارتين دول في الشمال، هي الحضارة المصرية القديمة وحضارة قرطاج في تونس. ما المقصود بالحضارة؟ مجموعة الإنتاج الثقافي مثل العادات والتقاليد والعلوم والفنون والقيم، والإنتاج المادي مثل القلاع والمباني والقصور، وهو ما يميز مجتمعنا عن غيره. طبعا التعريف ده موجود ورا في الشرح. ما العلاقة بين شبه جزيرة سيناء والأمن القومي لمصر وقارة أفريقيا؟ حيث تعرضت مصر للعديد من الحملات العسكرية من خلال شبه جزيرة سيناء، لذلك فإن الحفاظ عليها ضرورة للأمن القومي المصري والأفريقي. ما العلاقة بين الموقع الجغرافي لأفريقيا والملاحة العالمية؟ أدي سؤال إجابة سؤال ما العلاقة. بسبب الموقع الجغرافي لقارة أفريقيا اللي هي تقع طبعا في وسط قارات العالم، وإشرافها على العديد من المسطحات المائية والممرات المائية المهمة مثل مضيق جبل طارق ومضيق باب المندب وقناة السويس، أدى إلى تحكمها في أهم طرق الملاحة العالمية. ماذا يحدث إذا نجح سكان إفريقيا في استثمار مواردها الطبيعية؟ طبعا لن تعاني شعوب إفريقيا من الفقر. دي هتلاقيها في المفكرة برضو صفحة 9. اكتب مقترحا لتعميق دور مصر الريادي بأفريقيا. ده سؤال مفتوح، أي إجابة هتكتبها صح. أنا هكتب لك إجابتين دلوقتي لتعميق دور مصر الريادي بأفريقيا. 1. نكتب عن طريق المشاركة في مشروعات تنموية لبناء السدود لتطوير الزراعة. 2. الاستفادة من موقع مصر الجغرافي كبوابة بين إفريقيا والعالم القديم لدعم التجارة والنقل. 3. زيادة التعاون الاقتصادي بين مصر ودول أفريقيا عن طريق تبادل الاستثمارات. عن طريق التبادل والاستثمارات. أي إجابة هتكتبها تانية صح لأن ده سؤال مفتوح. طيب نروح للسؤال اللي بعد كده. قارن بين النصف الشمالي لقارة أفريقيا والنصف الجنوبي لقارة أفريقيا من حيث الاتساع. المساحة ثلثي مساحة أفريقيا في الشمال وتلت مساحة أفريقيا في الجنوب. هنا بيعدي مدار السرطان في الشمال، هنا بيعدي مدار الجدي. هنا بيقول لي اكتب الدول الحبيسة والدول الساحلية. دي بتجيبها من على الخريطة اللي أنا قلت لك إلزقها في البيت. فعندك النيجر ورواندا وزامبيا وإفريقيا الوسطى دول حبيسة. الدول الساحلية غانا، ناميبيا، الصومال، تونس، موريتانيا، مصر، جنوب أفريقيا ومدغشقر، كل دي دول ساحلية. طبعا ادي عندي السؤال رقم 19 كاتبه عليه مهم. نشوف بقى السؤال بقى بيقول ايه. اي من الممرات المائية التالية تخضع لإشراف إفريقي خالص، أفريقيا بس؟ مضيق باب المندب ما ينفعش لان باب المندب بتشرف عليه اسيا وافريقيا وعايز افريقي خالص، يبقى الاختيار الاولاني ده ما ينفعش. مضيق جبل طارق ما ينفعش لان ده بتشرف عليه اوروبا وافريقيا، ده كمان ما ينفعش. قناة السويس في مصر بس، مصر في افريقيا. مضيق موزمبيق بتشرف عليه افريقيا بس، يبقى ده الاختيار الصحيح. اي من الدول العربية الافريقية التالية، خد بالك عربية، بأكد عربية، تقع بأكملها جنوب مدار السرطان. لما هتروح دي كل الاختيارات دول عربية، بس هو عايز بتقع جنوب مدار السرطان فهتلاقيها جيبوتي. طب الجزائر؟ لا، الجزائر هتعدي فيها مدار السرطان، هوريها لك على الخريطة. ادي جيبوتي وادي مدار السرطان في الجنوب. طبعا مصر بيعدي فيها مدار السرطان، ليبيا، الجزائر، فهو كل ده بيعدي فيها مدار السرطان، وهو عايزة تقع بأكملها جنوب مدار السرطان. يعني مصر كلها تقع تحت جنوب مدار السرطان، أو ليبيا أو الجزائر. طبعا كل دول ما ينفعوش. عندي جيبوتي كلها بالكامل بتقع جنوب مدار السرطان.
دولة إفريقية تقع بالكامل داخل حدود دولة إفريقية أخرى هي دولة ليوسوتو، برضو موجودة على الخريطة أهي أهي، جنوب أفريقيا تقع حدودها بالكامل داخل حدود دولة أخرى اللي هي جنوب أفريقيا ليوسوتو. السؤال اللي بعد كده بيقول لي صح وغلط. تشرف قارة إفريقيا على ممرات مائية طبيعية وصناعية. طبعا صح، أنا عندي طبيعية اللي هي المضايق، الصناعية يقصد قناة السويس. جميع الدول العربية الإفريقية تقع شمال دائرة الاستواء. غلط، عشان أنا عندي في دول بتقع جنوب دائرة الاستواء زي دولة الصومال أهو. تكتب التعليل لأن معظم الدول العربية تقع شمال دائرة الاستواء ما عدا دولة جزر القمر تقع جنوب دائرة الاستواء، وجزء من دولة الصومال، مش الصومال كلها، جزء منها هو اللي بيقع جنوب دائرة الاستواء، يعني في منها جزء في الشمال وفي منها جزء في الجنوب. تخلو الدول العربية الأفريقية من الدول الحبيسة. طبعا صح، أنا عندي 10 دول عربية موجودين في قارة أفريقيا. كل الدول العربية لازم تطل على بحار أو محيطات أو الاثنين معا، مش لازم، يعني هو ده الحقيقي. كل الدول العربية بتطل على بحار ومحيطات أو الاثنين معا، يعني كل الدول العربية دول ساحلية. فبيقول لك تخلو، يبقى صح. جميع الدول العربية مر بها مدار سرطان بقارة أفريقيا دول بحرية. نروح للدول اللي بيعدي فيها مدار السرطان. مصر دولة بحرية، ليبيا بحرية، الجزائر بحرية، مالي، شايف مالي دي كلها مالي بيعدي فيها مدار السرطان بس دولة حبيسة. يبقى احنا هنكتب الإجابة غلط، نكتب كده في الإجابة ما عدا دولة مالي فهي دولة حبيسة. عايزين أوجه الشبه والاختلاف بين الكشوف الجغرافية في عهد نخاوي الثاني وبالنسبة للبرتغاليون. طبعا تعالى كده نشوف أوجه الاختلاف. نخاوي الثاني هو الاختلاف في اتجاه الرحلة. نخاوي الثاني بدأت من البحر الأحمر وعادت عبر مضيق جبل طارق، لكن البرتغاليون بدأت من المحيط الأطلنطي مرورا بمضيق موزمبيق ثم المحيط الهندي حتى وصلت إلى دولة الهند. طيب أوجه الشبه كلاهما قاموا بالدوران حوالين أفريقيا، يعني الاتنين عملوا رحلة للدوران حوالين أفريقيا بس الاختلاف في الاتجاه، كل واحد كان متجه بطريقة مختلفة. أهو ده أوجه الشبه وده أوجه الاختلاف. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك دلل موقع شبه جزيرة سيناء سلاح ذو حدين، يعني هو سلاح إيجابي وسلبي في نفس الوقت. تعال نشوف بقى الحد السلبي. احنا قلنا قبل كده ان حدود مصر من الاربع اتجاهات، الثلاث اتجاهات قوية ومتينة في الثلاث اتجاهات ما عدا في اتجاه ناحية الشمال الشرقي اللي هي شبه جزيرة سيناء، حتة ضعيفة جدا، لا فيها جبال ولا فيها بحار، فسهل اي عدو يحتل مصر من الحتة دي اللي هي الشمال الشرقي اللي هي شبه جزيرة سيناء. يبقى الحد السلبي حيث تعرضت مصر للعديد من الحملات العسكرية عن طريق شبه جزيرة سيناء. الحد الإيجابي إنها أدت إلى انتقال الحضارات والثقافات عن طريق شبه جزيرة سيناء من آسيا إلى أفريقيا مثل الحضارة الإسلامية. يا رب يا سنة أولى الفيديو يروح لكل طالب محتاج أي سؤال مش فاهمه، أي سؤال ما هوش عارفه ويعرف إجابته. تقدر تكتب لي في التعليقات أو تكلمني على الواتس، أنا بسيب رقم تليفوني تحت في صندوق الوصف. لو محتاج مني أي حاجة كلمني على طول ما تترددش. كانت معاكم مس سمر الصاوي، ما تنساش تدعمني بالاشتراك واللايك الجميل بتاعك أو تعليق جميل منك، أنا دايما مستمرة بيكم.